وده الشكل النهائي يا حبايبي للتشيز كيك بتاعنا اهو ما شاء الله عليه. نقطعها يا حبايبي ونقدم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا حبايبي كده اهو، بسم الله. ده شكله يا حبايبي بعد ما قطعناه اهو. بصوا يا حبايبي عامل ازاي، ما شاء الله عليه، ما شاء الله قشطه كده، قشطه بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده تعالوا نعمل وصفه حلوه مع بعضينا، سهله وبسيطه، تحليه سريعه كده على البارد. هنعمل مع بعض يا حبايبي تشيز كيك على البارد ان شاء الله. يعني في اقل من 10 دقائق ان شاء الله هنعمله مع بعضينا. معايا يا حبايبي اول حاجه هنا 4 تبكاو بسكوت فري او اي نوع بسكوت عندك، اي نوع بسكوت هتستخدميه. معايا هنا 3 معالق سمنه بلدي او نباتي براحتك. معايا هنا نص كوبايه لبن حليب. نعمل الخطوه الاولى يا حبايبي مع بعض وبعدين نشوف باقي الخطوات مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل البسكوت يا حبايبي في الكبه او الخلاط. نحاول نكسره كده عشان يبقى سهل على الكبه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا حبايبي كده بالشكل ده كده هينعم معايا خالص كده، طبق زي ده كده وهنزله فيه. هكمل باقي البسكوت يا حبايبي، انعم باقي البسكوت بالطريقه ديت كده وهرجع معاكم تاني نشوف هنعمل ايه. كل البسكوت معايا اهو، هنزل عليه بالسمنه دلوقتي. ممكن تنزل البسكوت لو الكبه عندك كبيره، تحط كميه البسكوت كلها في الكبه وتنزل عليها بالسمنه او الزبده. كده جامد. نص كوبايه الحليب يا حبايبي اهي، بسم الله. طبعا انا ما حطيتش سكر خالص لان البسكوت محلى. بالشكل ده كده هخلطه كله في بعضيه تمام تمام التمام كده لغايه ما يتشرب البسكوت مع الحليب مع الزبده كله في بعضيه، يبقى خليط واحد. معايا هنا يا حبايبي الصينيه. انا طبعا ما عنديش الصينيه اللي بتتفتح، فعملت نفس صينيه، جبت ورقه السلوفانه نزلتها في الصينيه علشان ارفع منها التشيز كيك بتاعي كده لما يبرد ان شاء الله اجي اقدمه يبقى سهل معايا في التقديم. او يا حبايبي كيس بلاستيك وتنزلوه برده في الصينيه كده وهنشد منها، يعني على اي وضع هنعمل ان شاء الله الحلو البارد بتاعنا. خلاص كده يا حبايبي. خلاص يا حبايبي كده هنزل بالطبقه الاولى في الصينيه بسم الله بالشكل ده كده. هفردها كويس خالص في الصينيه. لازم الطبقه الاولى يا حبايبي دي تتفرد كويس خالص. بعد ما افردها كده هدخلها التلاجة ونرجع مع بعض نعمل الخطوه الثانيه بالشكل ده كده. بس احاول ان انا افردها كويس وما اخليش ناحيه عاليه وناحيه واطيه فيها. هي هتتماسك مع نفسها في التلاجة من الزبده طبعا والحليب اللي حطيناه، فهتتماسك في التلاجة مع نفسها بالشكل ده كده يا حبايبي. وتعالوا نبدا نعمل الطبقه الثانيه. الخطوه الثانيه يا حبايبي هاخد 5 معالق سكر كبار كده بسم الله، 3 4 5 معالق. معلقتين نشا يا حبايبي كده، معلقتين نشا كبار، وزيهم معلقتين لبن بودره هرميين كده كبار، معلقتين كريم شانتيه يا حبايبي وخام اهو، وكمان اخر حاجه ناخد معلقه دقيق يا حبايبي بسم الله اهي، معلقه واحده بس دقيق. هقلب كل الحاجات دي على بعضها كده على البارد كده، وهنزل عليها بكوبايتين ميه. هدوبهم يا حبايبي على البارد خالص خالص قبل ما ارفعهم على النار. هستخدم المضرب اليدوي عشان يفكها بسرعه. هرفعها يا حبايبي دلوقتي على النار اهي بسم الله.
ده اللي هي بنسميها يا حبايبي القشطه الكدابه. ده الطبقه التانية تحت التشيز كيك بتاعتنا. خلاص كده يا حبايبي المهلبيه بتاعتنا تجهز. الطبقه التانية خلاص يا حبايبي كده هننزل الطبقه التانية بتاعتنا. هشيلها عن النار خالص. بسم الله. الطبقه سخنه يا حبايبي التانية دي اهي. وهنزل بقى على البسكوت بتاعنا اللي احنا عملناه. كل طبقه يا حبايبي هنحطها في التلاجة لغايه ما تجمد، يعني تتماسك جامد لمده ربع ساعه بس، مش اكتر من كده. وهتتماسك. احنا دلوقتي الجو شتاء. نظبطها كويس كده وهنرجع بيها التلاجة تاني لغايه ما نعمل الطبقه الثالثه وهي الاخيره. حلو، طعمه جميل جدا يا حبايبي، وبارد وسريع كمان، ولا فرن ولا غيره. خلاص يا حبايبي كده هدخلها التلاجة وتعالوا نعمل الطبقة الثالثة مع بعض. حبايبي وهي اخر طبقة الجيلي الفراولة اللي هو دريم دوت. معايا كيسين منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كيسين اهو. ممكن تضيفوا يا حبايبي معلقة نشا واحدة، وممكن تستغنوا عنها لو عندك وقت طويل وعايزاها بعد 4 ساعات مثلا تسيبها في التلاجة ما تضيفيش النشا. انا هضيف معلقة نشا يا حبايبي لان انا عايزاها بعد ساعة او ساعة ونص ان شاء الله. معلقة واحدة كبيرة كده هرميها مع كوبايتين مية. بسم الله. كوباية تانية. هقلب على البارد لغاية ما يدوب النشا يا حبايبي والجيلي الفراولة اللي انا حطيته، وبعد كده هرفع على النار. خلاص يا حبايبي كده الطبقة الثالثة بتاعتنا استوت اهي. بقت بالشكل ده، تركيز خفيف مش تقيلة خالص يا حبايبي كده. دلوقتي هشيلها عن النار. بسم الله. الصينية اهي يا حبايبي معايا، هبدأ انزلها عليها. يلا يا حبايبي كده نحط المعلقة دي كده ونصب عليها. نصب الطبقة الثالثة فوق منها كده. بسم الله. عشان لو صبناها دفعة واحدة كده فوق الطبقة التانية ممكن تسيبها مني. بالراحة كده ونصبها على مهدينا واحدة واحدة. بسم الله. دخلها التلاجة ساعة ونص او ساعة، ياخد وقت ما القاها تجالست تماما ومسكت بعضيها نطلعها ونقدم مع بعض، بس اقل شيء ساعة. وده الشكل النهائي يا حبايبي للتشيز كيك بتاعنا اهو ما شاء الله عليه. بعد ما طلعتها من التلاجة يا حبايبي هي خدت ساعة بالظبط معايا، علشان معلقة النشا اللي انا حطيتها على الدريم اللي انا حطيته اللي هو الفراولة ديت خدت ساعة بالظبط. لو ما حطيتيش النشا يا حبايبي دوت هي هتاخد معاكي ساعة ونص 3 ساعات، يعني كمية هتاخد وقت جامد معاكي. لكن النشا دوت بينجدنا ايه بان احنا نطلع الحاجة بتاعتنا بسرعة. تعالوا نقطعها يا حبايبي ونقدم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا حبايبي كده اهو. بسم الله. ده شكله يا حبايبي بعد ما قطعناه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وده الشكل النهائي يا حبايبي للتشيز كيك بتاعنا. بس ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. بصوا يا حبايبي عامله ازاي ما شاء الله عليه، ما شاء الله قشطه كده قشطه. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا.